دوبيزل ما بقاش زي زمان. دوبيزل هو اوليكس، الاتنين كانوا بيعتمدوا على ان البايع بيبيع حاجة مجانا ما يدفعش فيها اي حاجة، والمشتري كان بيشتري الحاجة ارخص من الاول. دلوقتي البايع عشان يبيع فلازم يعمل اعلان، والاعلان ده بفلوس، والفلوس دي بتزيد على قيمة المنتج اللي هو بيبيعه. فالمستهلك بقى بيدور على اماكن تانية زي فيسبوك، زي اماكن صفحات بتبيع مستعمل في المنطقة بتاعته في الشارع بتاعه. لكن اوليكس ودوبيزل من ساعة ما دخلوا الاعلانات وكل حاجة بفلوس، الحاجة زادت. معقول ايه؟ زادت كتير عن الاول وخسرت. دوبيزل واوليكس خسروا كتير من العملاء بتاعهم، سواء البياعين او المشترين. لو ما كنتش عندكش حاجة غير دوبيزل او اوليكس فانت مضطر، لكن لو ما كنتش مضطر ما انصحكش لا بدوبيزل ولا باوليكس، خصوصا ان الحاجات بقت اغلى بسبب الاعلان اللي بفلوس.